السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، بألف صحة وسعادة. جايه لكم النهارده بفكرة صاروخ ما شفتهاش قبل كده على اليوتيوب. بعد ما تاكلوا البطيخ، طبعا ده موسم البطيخ الصيف وكلنا بنحبه. بعد ما تاكلوا البطيخ بألف هنا، طبعا بتبقى منكم البذر اللي زي ده. في بذره بتبقى كبيره وفي بذره بتبقى صغيره، يعني اللي فيه المليانه وفي كده. المهم هتجيبي البطيخ ده، هتنضفي منه هتغسليه وتشيلي الحتت الزياده دي، والابيض اللي هو الخفيف اللي زي ده. انتي اصلا لو حطيتيه في ميه كل ده هيطلع على الوش. هوريكي ثواني. اللبات البيضه اهي طلعت على الوش، دي اللي هي الخفيفه اللي هي اصلا ملهاش لازمه. هتلاقيها هتروحي متصيدها مثلا بشبكه او يعني بمصفى او باي حاجه بايدك. المهم بعد ما تعمليه وتغسليه وتصفيه، هتفرديه على غطا او طبق وهتجمعيه بالشكل ده اهو، وتحطيه بعد كده في الشمس. هتحمصيه في الشمس يوم او يومين، تسيبيه في الشمس يتحمص. ده كده بعد ما اتغسل، يعني ده انا مجمعه كميه كده من كام بطيخه بعد ما اتغسل ونشفته. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ بصوا يا بناتيت بقى، في حاجه مهمه نسيت اقولها لكم. لما تيجي تغسلوا بقى البذر، بعد ما تطلعوه من البطيخ اهو، البذريه دي البيضه دي اهي بتشيليها، دي ملهاش لازمه اهي. دي دي البني اللي هي، بصوا هي هتلاقي اصلا هي طايفه على الوش اللي زي كده، دي خفيفه مش هيبقى فيها، مش لها لازمه اهو. هتغسليه اهي، حتى لو فتحتيها البني دي هتلاقيها اصلا فاضي اهي. ده كله هتشيليه، بصي بالشوكه زي كده اهي اهي. هتطلعي كل البذر بقى الابيض ده وتغسليه كويس، وتطلعيه من كل الايه الحاجات الحمراء مكان البطيخ، او الحاجات البيضه اللي هي ايه اللي عامله زي النساير دي او الحاجات دي، والحاجات البيضه الشوايب دي. هتقعدي تغسليه كده كويس، وبعد كده هتروحي عامله ايه، حاطاه في مصفى ومصفياه عشان ينزل الميه. مصفى تكون واسعه شويه، مش واسعه بمعنى يعني واسعه توقع البذر. هوريكم زي ايه مثلا اهي. هتجيبوا مصفى بلاستيك زي كده، هي مش هتوقع البذر بس هتوقع بقى ايه، اي حاجه بيضه منه، بواقي البطيخ، الحاجات البيضه، الحاجات الحمراء، العروق، الحاجات اللي بتبقى من البطيخ دي. بعد ما تغسليه وتنضفيه وتسيبيه يتنشف شويه، هقول لكم بعد كده هنعمل ايه. بص كده اهو، بعد ما غسلته وشطفته ونزلته من كل الميه وبواقي البطيخ اللي فيه، بقى كله بذر اهو، بذر بس اهو. هنروح بقى جايبين ايه، صينيه او اي غطا او اي حاجه عندك، وننشره عليه ونحطه في الشمس يوم كامل. يعني تحطيه في شمسة يوم كامل، مش تسيبيه في الشارع يوم كامل، شمسة يوم بس ينشف كده وايه، وياخد له تحميصه حلوه، مش شمسة نفسها، عشان لو في حاجه دبلانه ولا حاجه الشمس هتنشفه زي ما بنعمل في الملوخيه كده. انا كده خلاص فردته اهو في الصينيه وحطيته في الشمس شويه. دخلت لقيت الشمس مشيت من على البلكونه، قلت مش مهم هو يتحط في، حطيته هنا شويه في الركنه بتاعتي، على ما بس ايه ما ينشف الميه اللي فيه، وزي ما قلت لكم ايه يعني يقرمش شويه. وانا كده غسلته. طبعا هم دول حبه صغيرين، الحبه اللي انا كنت عيناهم جوزي عملهم من ورايا وانا نايمه وقلاهم، فهم دول بتوع بطيخه. بس الحمد لله بذرها طلع كبير. يعني خلي بالكم ان يستحسن تعملوا البذره الحلوه الكبيره بتاعه البطيخه الكبيره، هتلاقي فيها لحم اكتر اهي. هسيبه بقى لحد ما الشمس هتمشي ويكون هو نشف والميه اللي فيه دي نشفت، عشان انا عايزاه لما اجي احطه يكون ناشف، فالشمس هتنشفه اسرع واحسن، ويكون برضو فيه تعقيم. هجيبه لكم بقى وانا بعد ما نشف وايه، وانا رايحه اعمله. احنا دلوقتي بقى خلصناه حمصناه في الشمس زي ما قلت لكم. هنعمل ايه بقى؟ انا مرضيش اصوره بالليل عشان يبان، لان انا جبت طاسه تيفال عشان يبان في الطاسه بس، وهنحطه في الطاسه. قلت اعمله لكم بالنهار يعني. هنفضيه في الطاسه دلوقتي، هنحطه بقى على النار وهنقليه، وهيبقى طعمه زي اللب العادي، وهيبقى قدامنا حاجه من الاتنين في التمليح.
وليكي حرية الاختيار. هتحطيه على النار وتملحيه قصدي وتقلبيه شويه يتحمص لحد ما تلاقيه بدأ يبيض. وهنعمل ده كله سوا. المهم طريقتين التمليح، يا هتجيبي شويه ميه وتدوبي فيهم ملح وترشي عليها، يا اما لو انت بتحبي ده الملح الهادي شويه، يا اما لو انت بتحبيه ملح زياده هترشرشي شويه ميه كده عليه وهتحطي ملح. وده اللي انا هعمله، انا بحب الحاجه تبقى مملحه بزياده. تعالوا هوريكم هنعمل ايه سوا. دلوقتي دينا حطيناه على النار اهو اهو. هنسيبه بقى ايه يتحمر. اي طاسه عندك وحطيه فيها اهو. هنسيبه بقى يتحمص هنا على النار. انا لا حطيت زيت ولا حطيت اي حاجه، انا بحمصه عادي اهو. اقلبه بس باستمرار لحد بقى ما يبقى ايه، هتلاقوه بصوا بيبيض معايا وبدأ يدخن. مش عارفه الدخان ظاهر اهو، وبدأ لون السمار بتاعه ده بيبيض. بصوا تحسوا زي معرق كده اهو. طبعا النار لازم تكون هاديه عليه علشان مش يتحرق منك ويشعل. هعمل انا بقى الخطوه التانية، هرشرش ايه شويه ميه كده عليه اهو، حاجه بسيطه كده خالص. واروح حاطه رشه الملح بتاعتي على قد ما انا عايزه اهي اهي كده. الميه دي ليه؟ عشان الملح يمسك فيه اهي. هقلبه بقى كله في بعضه كده واسيبه يتحمص تاني بالملح والملح يمسك فيه. زي ما قلت لك انت ممكن تعمليش الخطوه دي وتعملي ايه، تجيبي شويه ميه وتحطي عليها الملح وخلاص. بصوا الشكل اهو، هيبقى طعمه زي اللب الاسمر واحسن كمان. ليه فوائد كتير قوي اللب ده، هبقى انزل لكم فيديو مخصوص عن فوائده او هكتبها لكم في صندوق الوصف. تقلبي باستمرار عشان مفيش حاجه تتحرق منك. بصوا اللب عملت ازاي اهي. طبعا انا الملح حطيته زي ما قلت لكم على قد ما انا اقدر، ما اقدر حبه صغيره على حسب ان انت ده لب بطيخه واحد. انت ممكن تخزني انت لب كتير. انا كنت عامله بتاع كام بطيخه بتاع طول الصيف كده. خلاص اهو الريحه بتاعته بدات تطلع، ريحه التحميص. وانا قلت لكم هديه العين عليه، بتحمص على الهادي، لان لو شددت العين هيتحرق منه. انا كده طفيت عليه اهو، هسيبه يبرد وبألف هنا. هفتح لكم واحده بس اما يبرد بس واوريكم قلبها من جوه عامل ازاي. وده بقى احلى تسالي وببلاش. ناس كتير بترميه، لا انت عملتيه في بيتك اهو وببلاش، حاجات بسيطه جدا يعني. طلع لكم واحده عشان افتحها. لسه حامي. وادي شكل اللبايه من جوه اهي. بصوا لونها عامل ازاي، مصفر، لا هي بيضه لا هي بيضه ولا هي محروقه، يا دوب زي اللبايه اللي بره. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. طبعا اللب ده مش او التسالي دي مش مقتصر على لب البطيخ بس، ممكن تعملي في لب الشمام. بس طبعا لو اللبايه كبيره عشان تقدري تاكليها وتحطيها في بقك وتكسريها كويس وتستمتعي باللحمه اللي جوه. الفكره ممكن تكون جديده على بعض الناس وممكن لا، جربوها صدقوني هتعجبكم او هتحبوها. وهي حاجه واحنا قاعدين كده. وزي ما قلت لكم لب البطيخ ليه فوائد كتير. لو الفيديو ده مش طول مني هشوفه كده، لو مش طول
هكتب لكم، هكمل لكم فوائده يعني بعد كده. لو لقيت طول اعمل لكم فيديو تاني هكتبه لكم في صندوق الوصف. استنوني بقى في كل جديد ان شاء الله معايا، ويا ريت لو عجبك الفيديو مش تنسيني باللايك والاشتراك في القناه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.